كل الناس اتنقلوا فجأة لجوه لعبة بقاء في عالم نهاية الحضارة، والكل اتجنن وبدأ يتخانق على القوة الخارقة. لكن أنا كنت الشخص الوحيد اللي اختار فلوس ملهاش نهاية. أول ما شافوني بختار الفلوس كلهم وقعوا من الضحك وقالوا إني أغبى واحد في المكان، لأن في عالم انتهى ومليان زومبي الفلوس ملهاش أي قيمة ومش هتقدر تنقذني. لكن هم ما كانوش فاهمين الحقيقة، لأن الزومبي ما كانوش الخطر الحقيقي. الخطر الحقيقي كان البشر الأحياء اللي معاهم قوة خارقة ومستعدين يعملوا أي حاجة عشان يفضلوا عايشين. وفجأة صوت السيستم دوّا في المكان، وفي لحظة احنا 300 لاعب اترمينا جوه اللعبة، والسيستم بدأ يشرح لنا اننا كلنا في العالم الحقيقي متنا بالفعل، وان دي فرصتنا التانية عشان نرجع للحياة. لكن علشان نكسب الفرصة دي لازم نفضل عايشين لحد نهاية لعبة نهاية العالم. وبعدها بدأت المرحلة اللي بعدها، وجه الوقت اللي كل واحد فينا يختار فيه الأداة اللي هيبدأ بيها. بصيت بسرعة على الحاجات اللي موجودة على الرفوف، ولقيت إن أغلبها عبارة عن خليط عشوائي من القوى الخارقة، وباقي اللاعبين كانوا بيتخانقوا عليها بجنون، وكل واحد فيهم عاوز يلحق أقوى قدرة قبل غيره. أما أنا فرحت على طول لآخر صفحة في قائمة الاختيارات، وفي آخر القايمة خالص لقيت عملة معدنية مكتوب عليها ثروة لا تنتهي. من غير ما أفكر ولا اللحظة مديت إيدي وخدتها فورا. مراقب الفصل بتاعنا وانج، واللي كان اتنقل معايا لنفس اللعبة، اختار قدرة التحكم في العقول، ولما شافني باخد العملة ما قدرش يمسك نفسه وبدأ يتريق عليا وقال: يا ماركي انت فعلا يائس للدرجة دي وبتجري ورا الفلوس حتى واحنا في نهاية العالم؟ العالم كله على وشك ينتهي والفلوس هتعمل لك ايه وقتها؟ وقبل ما ارد عليه لف ناحية اجمل بنت في الفصل اللي ريان، واللي كانت اختارت قوة الحب وقالت بكل ثقة: انا اقدر اخلي اي انسان يقع في حبي، وحتى الزومبي هينجذبوا ليا، والحب الحقيقي هيحميني، وانا اكيد هقدر افضل عايشة لحد النهاية. واول ما كل الادوات اتاخدت السيستم اعلن من جديد ان قدامنا سنة كاملة نتدرب فيها على قدراتنا ونستعد للحرب اللي جاية، وان وضع نهاية العالم هيبدأ رسميا بعد 12 شهر، ومش هيخرج من اللعبة دي غير فائز واحد بس، واخر شخص يفضل عايش هو الوحيد اللي هياخد الجايزة الكبرى. أول ما الناس سمعت القاعدة دي تعبيرات وشوشهم اتغيرت في لحظة. الأشخاص اللي كانوا من ثواني بيفكروا يكونوا فريق أو يساعدوا بعض بدأوا يبصوا لبعض بشك وخوف، لأن في لعبة البقاء دي مفيش حاجة اسمها أصحاب، وكل شخص موجود هنا بقى عدو ومنافس لازم يموت علشان التاني يكسب. أنا ما هدرتش ثانية واحدة، خرجت من المكان فورا وبدأت أنفذ خطة نجاتي من نهاية العالم. فتحت خريطة العالم وفضلت أمسحها لحد ما عيني وقعت على جزيرة معزولة في المحيط الهادي. الجزيرة ما كانتش موجودة فوق أي سطح أرضي، وكانت بعيدة عن المناطق اللي بتتعرض للعواصف الضخمة، وكمان فيها مساحة طبيعية مسطحة تنفع جدا لبناء ممر للطائرات، وكانت محاطة بالجبال من كل ناحية، وده كان هيوفر لها غطاء وحماية. دفعت مليار كامل واشتريت الجزيرة على طول وسميتها بكل بساطة جزيرة المستقبل، وقلت للناس اني ناوي اطورها واحولها لمشروع سياحي ضخم. وبعدها اشتريت 10 سفن سياحية عملاقة مرة واحدة، ومديت عقود بناء مع الشخصيات اللي موجودة جوه اللعبة، وبعت كل المعدات التقيلة ومواد البناء للجزيرة، وكمان خليت المديرين يمضوا على اتفاقيات سرية صارمة جدا. والغريب ان حتى هم نفسهم ما كانوش يعرفوا مكان جزيرة المستقبل الحقيقي. اول ما السفن السياحية وصلت للجزيرة العمال بدأوا يبنوا ممر طائرات مؤقت، وبعدها استأجرت 100 طيارة وجبت عمال بناء من كل انحاء العالم. العمال فضلوا يشتغلوا ليل ونهار عشان جزيرة المستقبل تبقى منفصلة تماما عن العالم ومش محتاجة اي خدمات او امدادات من بره. وكنت اشتريت قبلها اجهزة تشويش على الاشارات، وصدرت تليفونات كل العمال عشان محدش يقدر يصور او يتواصل مع اي حد ويكشف مكان الجزيرة. بنيت فوق الجزيرة 10 سفن ضخمة شديدة التحصين، وكل المواد المستخدمة فيها كانت من أعلى جودة ومطابقة لأقوى معايير الأمان، والحصول اتصممت عشان تتحمل زلزال بقوة 12 درجات. السطح الخارجي لكل حصن كان مموه بالكامل لدرجة إن الأقمار الصناعية وهي معدية فوق الجزيرة ما كانتش هتقدر تكتشف أي حاجة غريبة. لكن الحصون دي كلها كانت مجرد ستار دخان، لأن مخبأ يوم القيامة الحقيقي كان موجود تحت الأرض. المخبأ اللي موجود تحت الأرض كان مصمم عشان يتحمل الضربات النووية والهجمات البيولوجية والكيميائية، وحتى الزومبي اللي يقدروا يحفروا تحت الأرض ما كانوش هيقدروا يخترقوا 5 أمتار من الفولاذ الصلب. كان في ممرات سرية بتوصل من الحصون اللي على السطح للمخبأ اللي تحت الأرض، لكن الممرات كانت ضيقة جدا لدرجة إن شخص واحد بس يقدر يدخل منها في كل مرة.
وجواها كان في تصميم معقد شبه المتاهة، وحتى لو شخص قدر يعرف الطريق الصح ويوصل للباب الرئيسي ده ما كانش معناه انه نجا من الفخاخ اللي موجودة في الطريق. ولو واحد من الممرات اتدمر كنت اقدر ارجع للسطح من خلال باقي الممرات من غير اي مشكلة. في نهاية العالم الطاقة هي كل حاجة، وعلشان كده ركبت توربينات رياح لتوفير الكهرباء، وركبت جنبها مولدات بتشتغل بطاقة المد والجزر، وكمان مولدات طاقة نووية. أما موضوع المية فكان سهل، ركبت أنظمة لتجميع مياه المطر، وأنظمة لتحلية مياه البحر، وكمان معدات لتنقية المياه الجوفية تقدر تحول المياه الملوثة في عالم النهاية لمية صالحة للشرب. وبجانب كل ده ركبت معدات تعقيم فوري بدرجات الحرارة عالية، ومعدات تعقيم فوري بدرجات الحرارة المنخفضة، وأنظم تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، ومعدات تعقيم كيميائي. وكان في نظام منفصل ومخصص لمعالجة مية الصرف الخارجة من المخبأ، وبسبب خطر الفيضانات كل الجدران اتعملت مقاومة للمية، وأبواب الحماية الضخمة لما كانت بتتقفل كانت بتعمل عزل محكم وما بتسمحش حتى للهواء يعدي منها. شبكة الصرف اللي موجودة تحت الأرض كانت قوية جدا، وكمان ركبت أكبر من نظام لتنقية الهواء عشان المخبأ يفضل فيه هواء نظيف وكافي طول الوقت. وللاحتياط خزنت 100,000 اسطوانة أكسجين عشان لو حصلت كارثة واضطريت أقفل المخبأ على نفسي بالكامل أقدر أفضل عايش جواه من غير ما أحتاج أي هواء من الخارج. قسمت المخبأ ل 12 جزء منفصل، ولو جزء أو 2 منهم باظوا الأجزاء الباقية تقدر تكمل الشغل وتعوضهم، وكل جزء كان ليه وظيفة خاصة بيه. 3 أجزاء منهم استخدمت فيهم أحدث تقنيات الزراعة الآلية، وكنت أقدر أزرع جواهم الخضار وأربي الأسماك والفراخ، وكمان جهزت مخزنين بكمية إمدادات تكفيني لمدة 10 سنين كاملة، وكان جواهم أدوية وأكل ومية وكل حاجة ممكن أحتاجها. وكل ما واحد من الشخصيات اللي موجودة جوا اللعبة كان يشك في مشروع البناء بتاعي أو يسأل أسئلة كتير كنت بديله بقشيش محترم فيسكت فورا وينسى كل شكوكه. بعد كده سافرت الأرض النسور واشتريت أسلحة تقيلة، وكان من ضمنها روبوتات قتالية متحركة وطائرات استطلاع من غير طيار. ولأني كنت بدفع مبالغ ضخمة جدا قدرت أشتري من السوق السوداء راسين نوويين كمان، وفي خليج بعيد خبيت غواصتي النووية وطائرة نفاثة، وعملت نفق خارج من المخبأ اللي موجود تحت الأرض وواصل مباشرة لحوض الغواصة. وعشان أمنع اللاعبين أصحاب القدرات من الوصول للجزيرة بنيت شعاب مرجانية صناعية حوالين الموقع الحقيقي للجزيرة، بحيث أن أي سفينة كبيرة تحاول تقرب تعلق فيها وتغرق. وقريب من الشاطئ ركبت سياج كهربائي بيغطي الساحل كله، وزرعت متفجرات في كل مكان من المياه المحيطة بالجزيرة، وركبت أنظمة رادار تقدر تكشف أي حاجة تقترب من الجزيرة وتدمرها قبل ما توصل. وكمان عملت شبكة كهربائية ضخمة في السماء عشان الطيور المصابة بالعدوى ما تقربش تهبط الجزيرة. وفي خلال سنة واحدة كل دفاعات الجزيرة بقت جاهزة وبتشتغل بكامل قوتها. وعلشان أضلل أعدائي وأمنع باقي اللاعبين من الشك فيا عملت نفسي بطور مواقع سياحية في أماكن مختلفة حوالين العالم، لكن المنتجعات دي في الحقيقة كانت مواقع احتياطية أقدر أطير ليها من غير ما أحتاج أزود الطيارة بالوقود في نص الطريق. وبعد ما بعت آخر دفعة من العمال والشخصيات بعيد عن الجزيرة ما بقاش موجود عليها غير أنا لوحدي. بعدها اشتريت شركة لاستكشاف الفضاء وسيطرت على أكتر من 6000 قمر صناعي موجودين في المدار علشان أضمن إن الاتصال الإنترنت عندي يفضل شغال مهما حصل للعالم. وخلال السنة دي كمان اشتريت شركات طيران وشركات شحن بري من كل أنحاء العالم. وفي الأسبوع الأخير قبل بداية نهاية العالم أصدرت أمر بتدمير كل الطيارات والسفن، وفجأة العالم كله عرف إني أغنى راجل على الكوكب أقضي على وسائل النقل لمسافات طويلة. الشخصيات العادية اللي موجودة في العالم افتكرت إن الراجل الغني ده اتجنن لكل اللاعبين، لكن اللاعبين فهموا إن إمبراطور المال العالمي ده واحد من منافسيهم في اللعبة. وبعدها ظهر إشعار في واجهة الدردشة الخاصة باللاعبين، ووانج بعت لي رسالة وقال: يا مارك، إمبراطور المال العالمي ده أنت صح؟ وانج كان الشخص الوحيد اللي شافني وأنا بختار الثروة اللي ملهاش نهاية، لكني تجاهلت رسالته وما ردتش عليه. وبعد أسبوع واحد نهاية العالم بدأت، واللاعبين اللي وصلوا بقدراتهم لأعلى مستوى كانوا مستعدين يدخلوا المعركة. ظهرت على الشاشة العامة أسماء وأرقام 300 لاعب، وكان رقم 99 ورقم وانغ 100 ورقم ليويان رين 1001. وبعدها صوت السيستم أعلن: انتباه، نهاية العالم بدأت، واللعبة دي هتستمر لحد ما يفضل لاعب واحد بس على قيد الحياة. لكن محدش كان متوقع إن نهاية العالم تبدأ بأمطار غزيرة تضرب الكوكب كله. المطر استمر ينزل من غير توقف لأيام ويسبب فيضانات ضخمة في كل مكان. جزيرة المستقبل اتضربت هي كمان، لكن لأنها كانت جزيرة صغيرة السحب عدت من فوقها، وبعد يومين بس الجو بدأ يهدى، وأنا حتى ملحقتش أحتاج أنزل وأستخبى في المخبأ الموجود تحت الأرض. أما أصحاب القدرات فاتصدموا واتقفشوا من غير أي استعداد. كلهم دخلوا العالم ده وهم مفلسين تقريبا، وقضوا السنة كلها بيتدربوا على قدراتهم، وفي نفس الوقت كانوا بيحاولوا يشتغلوا ويكسبوا فلوس عشان يعيشوا. علشان كده ما كانش صعب أعرف إن حالتهم كانت سيئة جدا، وإن كمية الإمدادات اللي قدروا يخزنوها كانت مثيرة للشفقة.
عدد قليل بس من اللاعبين اللي استخدموا قدراتهم في السرقة والجريمة قدروا يوصلوا للفلل الكبيرة وعملوا ملاجئ في الأدوار السفلية، لكن أول مكان دخلته مية الفيضان كانت الأدوار السفلية، وكل الإمدادات اللي خزنوها اتدمرت، وبعد وقت قصير الفلل نفسها غرقت بالكامل. وفي لاعبين تانيين عملوا ملاجئ جوه جراجات موجودة تحت الأرض، والجراجات دي كمان اتملت بالمية وغرقت تماما. الملاجئ اللي كانت موجودة في الأدوار العالية فضلت آمنة لفترة، لكن المطر ما كانش راضي يقف، واللاعبين اللي كانوا محبوسين تحت الأرض الإمدادات القليلة اللي معاهم بدأت تخلص واحدة واحدة، والكل بدأ يدخل في حالة ذعر. أما أنا فكنت قاعد بكل هدوء باكل المسليات وبتفرج على بث مباشر. صاحب البث كان مستخبي ورا ستاير وبيصور العمارة اللي قدامه في السر. كان في لاعب بيستخدم قوة النار وبيسرق الإمدادات من السكان. صاحب البث قال: يا جماعة، اللي احنا شايفينه ده مش مؤثرات خاصة ولا واحد لابس زي تنكري، ده فعلا شخص عنده قدرة خارقة حقيقية. الراجل ده كان بيشتغل حارس أمن في المجمع بتاعنا، هو دلوقتي بقى بيحرق على أبواب ويدخل يسرق الناس، ودي عملية السرقة العشرة اللي يعملها. التعليقات انفجرت فورا والناس بدأت تكتب: يعني أصحاب القدرات الخارقة موجودين بجد؟ وهل ده معناه إن نهاية العالم بدأت فعلا؟ خلي بالك يا صاحب البث، بعد ما يخلص العمارة دي هيجي لك أنت. وواحد تاني سأل: هي قوة النار دي مضمونة فعلا؟ لكن لاعب النار كان لفت انتباه الشخصيات العادية والشرطة بسبب اللي بيعمله، وفجأة وصلت قوات التدخل السريع للمجمع في قوارب إنقاذ وحصروا العمارة بالأسلحة. إيدين صاحب البث كانوا بيترعشوا من الحماس وقال: يا جماعة، دي أول مرة في حياتي أشوف اشتباك بالأسلحة قدام عيني. قوة النار اللي عند الحارس ده مرعبة، ده قدر يسيح بوابة مصنوعة من الفولاذ في ثواني. قوات التدخل السريع اقتحمت العمارة وبعدها بدأ إطلاق نار كثيف من كل ناحية. وفجأة ظهر شخص بيطير من فوق سطح العمارة ووقع مباشرة في مية الفيضان، وبعد وقت قصير اسم اللاعب ده في الدردشة العالمية يتحول للون الرمادي، وده كان معناه انه مات واتشال نهائيا من اللعبة. وفي اللحظة دي وانغي بعت لي رسالة من جديد، وانغي بعت لي رسالة وقال: يا مارك، ايه رأيك نعمل فريق مع بعض؟ احنا زمايل قدام من ايام المدرسة، وحتى ارقامنا في اللعبة قريبة من بعض، ولو فضلنا سوا هنقدر نوصل لاخر اللعبة. وفضل يبعت لي طلبات مكالمة فيديو واحدة ورا التانية، لكني تجاهلته تماما، لاني عارف انه لو انا وهو بقينا اتنين عايشين هيستخدم قدرة التحكم في العقول عشان يقتلني ويكسب اللعبة لوحده. يا ترى هو كان بيقلل من ذكائي ولا كان واثق في ذكائه زيادة عن اللزوم؟ في الوقت ده المية والكهرباء كانوا اتقطعوا عن اغلب المدن، والاكل كان بيخلص بسرعة، وبعد 3 شهور متواصلة من الفيضانات الشخصيات العادية فقدت آخر ذرة أمل عندها. وفي النهاية بعض الناس قرروا يخاطروا ويخرجوا بيدوروا على أي حاجة ينقذهم، وبدأت عملية السرقة والنهب والحرائق تنتشر في كل مكان. واللاعبين كمان حاولوا يندمجوا وسط الزحمة ويعيشوا كأنهم أشخاص عاديين عشان محدش يكتشفهم، لكن القوة الخارقة ما كانتش ممكن تفضل مستخبية للأبد. الخبر وصل للقيادات العليا ونزل أمر مباشر بالقبض على كل مستخدم القدرات الخارقة، وأي لاعب كان بيتقبض عليه كانوا بيبعتوا فورا لمنشأة الأبحاث عشان يعملوا عليه تجارب. وفي خلال شهر واحد بس أسماء 3 لاعبين ظهروا على الشاشة العامة، وكل اللاعبين بقوا عاملين زي العصافير المرعوبة، كل واحد خايف ومستني اللحظة اللي دوره يجي فيها. أما أنا فكنت عايش في عالم تاني خالص. ساعات كنت بروح أطمن على الخضار اللي بيتزرع، وساعات ألعب في القصر، وساعات أنزل أعوم في حمام السباحة. جزيرة المستقبل بالنسبة لي كانت جنة حقيقية، وحياتي كانت ماشية بشكل مثالي، لكن الأوقات الحلوة عمرها ما بتدوم طويل. وفي النهاية حد كشف هوايتي. شخص مجهول نشر رسالة في الدردشة العالمة وقال: اللاعب رقم 99 هو أغنى راجل في العالم، وأكيد بنى ملاجئ كتيرة قبل بداية نهاية العالم، لو لقيناه كلنا هنقدر ننجو. الدردشة اللي كانت ساكتة تماما انفجرت في لحظة، والكل بدأ يكتب: يا لاعب 99، اطلع وورينا نفسك، انت قاعد لوحدك مستمتع واحنا بنتعذب، انت ازاي قاسي بالشكل ده؟ لازم نقضي على النوع ده من اللاعبين. دوروا على اللاعب 99، ولو لقيناه كلنا هننجو. كل اللاعبين اتجننوا فجأة وبقوا بيتكلموا كأنهم لو لقوني هيقشروا جلدي وانا لسه عايش. انا كنت عاوز اعيش في هدوء بس، لكنكم حولتوني الهدف ليكم بايديكم. علشان كده بعت رسالة في الدردشة العالمية وقلت: اهدوا كلكم، انا فعلا لاعب الرقم 99. انتوا عاوزين ملاجئ، انا اقدر اديها لكم، لكني بنيت ملاجئ في 4 بلاد بس، وهي بلاد التنين وبلاد النسر وبلاد هانز والكونغو، وكل ملجأ يقدر يستقبل 20 شخص بالكتير. أنا حددت مواقع الملاجئ ال4 على خريطة العالم، وعددكم أكتر من 200، يعني مستحيل كلكم تدخلوا، لكني هديكم كلمات السر، واللي يوصل الأول هو اللي هينجو. ابعدوا عني وما تدوروش عليا. أول ما نشرت كلمات السر كل اللاعبين اتجننوا وبدأوا يتحركوا فورا.
لان اول واحد هيوصل للملجأ هيقدر يهرب من الفيضان. وفي ليله واحده بس عدد من اللاعبين قدروا يوصلوا للملاجئ، واغلبهم كانوا اصحاب قدرات السرعه. الملاجئ كانت مبنيه فوق اماكن مرتفعه، وعلشان كده كانت امنه من الفيضان. واول ما اللاعبين دخلوا حسوا انهم وصلوا للجنه. انا كنت مصمم الملاجئ دي عمدا بشكل فخم جدا، وكل المرافق والخدمات اللي ممكن يتمنوها كانت موجوده جواها، والتلاجات كانت مليانة بالسمك المجمد والأكل. اللاعب رقم 58 فتح بث مباشر بكل فخر وقال: عمري ما توقعت إن ألاقي ملجأ، والأغرب إنه يطلع فاخر بالشكل ده. واضح إن الفلوس فعلا تقدر تشتري السعادة. الناس اللي جوه كانوا بياكلوا شرايح اللحمة واللحمة الضاني وبيشربوا نبيذ أحمر، والترابيزة قدامهم كانت مليانة بكل أنواع الأكلات الفاخرة. وبعدها اللاعب رقم 58 قال إن في 12 شخص موجودين بالفعل جوه ملجأ بلاد التنين، وإنهم عملوا تصويت وقرروا يقفلوا الملجأ لأن الموارد محدودة ومش هيسمحوا لأي شخص تاني بالدخول. أما باقي اللاعبين اللي كانوا بره فكانوا لسه في الطريق، وأول ما شافوا البث فقدوا السيطرة على نفسهم تماما. اللاعبين بدأوا يوصلوا قدام الملجأ على دفعات، لأنهم ما كانش قدامهم اختيار تاني، يا إما يمسكوا فرصة النجاة دي يا إما يغرقوا في الفيضان أو يموتوا من الجوع. غريزة البقاء خلتهم في قمة اليأس، وبدأوا يترجوا الناس اللي جوه ويطلبوا منهم يفتحوا الباب، لكن اللي جوه كانوا قفلوا كل حاجة بأقفال حديدية قوية. ومهما حاول اللي بره يكسروا الأبواب ويستخدموا قدراتهم الخارقة كان دخول الملجأ مستحيل. وقتها دخلت أنا فجأة على الدردشة وقلت: مش ساعة الملجأ 20 شخص، ده معناه إن لسه في مكان ل8 كمان. أنا معايا رمز طوارئ يقدر يلغي القفل، وحتى بعد إغلاق الأبواب أقدر أديكم صلاحية الدخول. في باب تاني سري في الناحية الجنوبية الشرقية عند قاعدة الحيطة، في طوبة مستخدمة للزينة. لفوا الطوبة دي والباب هيتفتح. أول ما اللاعبين اللي بره شافوا رسالتي جريوا بجنون ناحية باب المكان السري. لفوا الطوبة فعلا، وفجأة جزء من الحيطة اتحرك وظهر ورا باب مخفي. دلوقتي ما بقاش فيه غير 8 أماكن بس، وكل اللاعبين هجموا على بعض عشان يحجزوا مكان من الأماكن الأخيرة. بنت شكلها ضعيف كانت متأخرة عن الباقيين، لكن فجأة طلعت من إيديها أغصان متسلقة طويلة وبدأت توقع اللاعبين اللي قدامها واحد ورا التاني. وقتها لاعب عنده قدرة الشفرات قطع الأغصان فورا، وبعدها لف ناحيتها وأطلق شفرة من الرياح قطعت رقبتها. اللاعب ده وصل للباب قبل الكل وكتب الرمز وفتح البوابة ودخل، وبعده لاعب تاني يستخدم ضربة البرق ووقع على كبير من اللي موجودين وقدر هو كمان يدخل. لاعب تالت كان قرب يوصل للمدخل، لكن فجأة واحد من اللاعبين اللي كانوا واقعين على الأرض مسك رجله وبصله بابتسامة مرعبة وغرس أظافره المسمومة في فخده. اللاعب صاحب السم قام من على الأرض وكان لسه هيجري ناحية البوابة، لكن دراع آسيا زي الفولاذ خرجت من ظهره واخترقت صدره بالكامل. قدام مدخل الملجأ اللاعبين بدأوا يموتوا واحد ورا التاني، لأن رغبتهم في البقاء سلبت منهم آخر جزء متبقي من أنسانيتهم. وفي اللحظة دي الحقيقة بقت واضحة جدا. السيستم ما اداهمش القدرات الخارقة عشان يحاربوا الزومبي، لكنه اداها لهم عشان يقتلوا بعض. حتى اللاعبين اللي دخلوا الملجأ ما بقوش قادرين يحسوا بالأمان. أغلبهم كانوا أصحاب قدرات سرعة، لكن من الواضح إنهم ما كانوش بيمتلكوا قوة قتالية حقيقية. ولو ما كانوش قفلوا البوابة وسمحوا للاعبين أصحاب القدرات القتالية العالية يدخلوا، ما كانوش هيتحولوا لفراخ مستنية الذبح. اللاعب صاحب الشفرات واللاعب صاحب البرق واللي كانوا دخلوا من شوية فهموا النقطة دي فورا، فكونوا فريق بسرعة وبدأوا يستهدفوا اللاعبين اللي لسه بره. وفي نفس اللحظة الأرقام على الشاشة العامة بدأت تتحرك بسرعة، وعدد وفيات اللاعبين فضل يزيد من غير توقف. طبيعة البشر واحدة في كل مكان، وبدأت مباريات موت وحشية قدام الملاجئ الثلاثة اللي باقيين كمان. كنت قاعد بتفرج على كل تسجيلات كاميرات المراقبة، لكني ما لقيتش وانغي في أي مكان. وبعدين ليه وانغي يروح أصلا لوحده من الملاجئ دي؟ وفجأة وكان القدر سمعني ووصلتني رسالة منه بيقول فيها: يا مارك بص، احنا عمرنا ما اتفقنا نعمل تحالف، ومع ذلك التنسيق بينا سلس بشكل غريب. واضح اننا اتخلقنا عشان نبقى حلفاء. فرديت عليه: هو ما عندكش ذرة كسوف بعد ما كشفت هويته وحطتني في قلب النار؟ كل اللي حصل ده كان من تدبيرك انت. فرد وانغ وقال: ما تتعصبش بالشكل ده، لو ما كنتش عملت الخطة دي كنا هنجمع العدد الكبير ده من اللاعبين في مكان واحد ونخليهم يقتلوا بعض. ازاي؟ المفروض تشكرني، انا خلصتك من جزء كبير من منافسيك. واحنا بنتكلم الملجأ وصل لساعته الكاملة والبوابة اتقفلت اوتوماتيك. الدم كان سايح بره زي الانهار، واللاعبين اللي ما قدروش يدخلوا كانوا لسه بيقاوموا ويحاولوا من غير اي فايدة. اما اللاعبين اللي دخلوا الملجأ فكانوا بيحتفلوا بنجاتهم وما كانش عندهم ادنى فكرة عن الحاجة اللي مستنياهم. انا اكتفيت بابتسامة، فسألني وانغي ايه اللي ممكن يحصل يعني، فقلت له: خسارة انك مش موجود جوه واحد من الملاجئ. وفي نفس اللحظة ضغطت على زر، وفي ثانية واحدة آلاف الأطنان من المتفجرات اللي كنت مخبيها جوه الملاجئ انفجرت كلها، وموجة الصدمة سحقت حتى اللاعبين اللي كانوا لسه واقفين بره. وبعد الانفجار عدد اللاعبين نزل من 116 لاعب ل 91 لاعب بس. وبعد شوية وصلتني رسالة من وانغي بيقول فيها:
انا فعلا قللت من قدراتك. شكرا على المساعدة، لان من غيرك كان هيبقى صعب نجمع العدد ده من اللاعبين في مكان واحد. كل اللاعبين كانوا يقدروا يوصلوا لجزيرة المستقبل من غير طيارة او سفينة ماتوا دلوقتي. انا بقالي سنة كاملة بخطط ازاي اخلص منهم كلهم مرة واحدة، وفي النهاية الملاجئ نفسها بقت قبورهم. خبر انفجار الملاجئ ما كانش ممكن ينتشر بالسرعة دي، وباقي اللاعبين اللي نجوا ما كانوش يعرفوا اي حاجة عن اللي حصل. لكن وانغا عرف فورا، وده كان معناه انه كان بيتابع كل حاجة من مكان بعيد. وقتها السيستم بعت لي اشعار بيقول: تهانينا، انت بقيت اللاعب صاحب اكبر عدد من القتالات، وعلشان كده هتحصل على مكافأة إضافية. ما قدرتش أمنع نفسي من الابتسام، لأن في عالم نهاية الحضارة مفيش مكان غير للأقوى والأقدر على البقاء. وبعد 4 شهور مية الفيضانات بدأت تقل بالتدريج، والأراضي اللي كانت غرقت ظهرت من جديد. كل الناس أخدوا نفس عميق وافتكروا إن الكارثة خلصت أخيرا، لكنهم ما كانوش يعرفوا إن الفيضان جاب معاه وباء. عدد ضخم من الشخصيات العادية اللي ماتوا وتحولوا لزومبي. وبعدها صوت السيستم أعلن: تهانينا لل100 واحد لاعب اللي قدروا يعدوا المرحلة الأولى، فيضان نهاية العالم، والمرحلة اللي جاية هي مرحلة تانية، زومبي نهاية العالم. اللاعبين بدأوا يتحمسوا وقالوا إن قدراتهم أخيرا هيجي وقتها الحقيقي، وإن اللاعب 99 اللي ما عندوش غير الفلوس هيموت دلوقتي. وفي نفس اللحظة اللي رويان بعتت لي رسالة خاصة وقالت: يا مارك، أنت ما عندكش أي قدرة خارقة، ومستحيل تنجو من نهاية عالم الزومبي. لو شاركت معايا شوية من إمداداتك وقلت لي مكانك أنا ممكن أحميك. كتبت لها علامة استفهام بهدوء، فردت وقالت: ما تقلقش من قدرتي، أنا قدرت أنجو من الفيضان بسببها. أنا كنت عارف كويس هي نجت إزاي. استخدمت قدرة الحب عشان تاخد الإمداد من جيرانها، ولما فرق الإنقاذ وصلت كانت هي أول واحدة يتم إنقاذها. وبعد ما فكرت في ده رديت عليها وقلت: آسف، مش مهتم. وبعدين معرفة ليو رويان إن أغنى راجل في العالم أكيد ما كانتش مجرد صدفة. فيروس الزومبي انتشر في كل القارات، لكني لاني كنت دمرت الطيارات والسفن قبل كده، طرق الوصول لجزر المحيط الهادي والقاره القطبيه الجنوبيه كانت اتقطعت، وانتقال العدوى للمناطق دي توقف. العامل مع الزومبي العاديين ما كانش صعب، التعامل مع الزومبي العاديين ما كانش صعب، لكن الفيروس كان بينتشر بسرعة مرعبة. ومع تكرار العدوى والانتشار بدأت تظهر طفرات جديدة بالظبط زي ما كنت متوقع. زومبي أذكياء وزومبي عندهم قوة خارقة بدأوا يظهروا في هدوء، ولو زومبي أكل لحم واحد من مستخدمي القدرات كان بياخد قدرته. اللاعبين فهموا إنهم لو فضلوا لوحدهم هيموتوا، فبدأوا يكونوا مجموعات ويبنوا قواعد عشان يصدوا هجمات الزومبي. لكن القواعد دي ما كانتش بتحارب الزومبي بس، كانت بتحارب بعضها هي كمان على الإمدادات وفرص النجاة. ولمواجهة فيروس الزومبي كنت مركب شبكات من الفولاذ في المحيط عشان تمنع الأسماك المصابة من الوصول لجزيرة المستقبل، وكمان ركبت شبكات كهربائية فوق الجزيرة عشان تمنع الطيور من الهبوط عليها. حتى ضوء الشمس بدأ يضعف شوية، وفي الأيام الممطرة كنت بفضل قاعد في المخبأ اللي موجود تحت الأرض، وما بطلعش غير لما الأجهزة تأكد إن المطر نظيف وما فيهوش أي عدوى. وده كان أكبر تأثير لفيروس الزومبي على حياتي. شبكات الاتصال الأرضية كانت انهارت من وقت طويل، والشخصيات العادية ما بقوش قادرين يتواصلوا غير بأجهزة الراديو. لكني ما كنتش محتاج النظام القديم ده، لأن كان عندي آلاف الأقمار الصناعية اللي بتخليني أراقب الأرض كلها في الوقت الحقيقي. وزي ما توقعت الطيور كانت بتنقل الفيروس، ولما العدوى وصلت للدول الضعيفة اللي موجودة فوق الجزر، الجزيرة كلها تحولت في لحظة لجحيم حي. أعداد اللاعبين استمرت في الانخفاض بالتدريج لحد ما بقاش موجود غير 30 لاعب بس. وفي يوم طائر زومبي متحور طار فوق جزيرة المستقبل وخبط في الشبكة الكهربائية، والجهد العاري حرقه فورا. لكن ريشة من جناحه عدت من فتحة صغيرة في الشبكة ودخلت الجزيرة، وقبل ما الريشة توصل للأرض الكلب قال يقرب منها وأطلق عليها نفاسة نار وحولتها الرماد. الطائر ده غالبا كان جاي من جزيرة تانية في المحيط الهادي. ومن بعد اليوم ده أسراب ضخمة من الطيور بدأت تعدي فوق جزيرة المستقبل كل يوم، وجثثها كانت بتتعلق في الشبكة الكهربائية، والروبوتات فضلت تلف في الجزيرة وتحرق الجثث وتنظف الشبكة باستمرار. ولو دي كانت حالة جزيرة المستقبل بكل دفاعاتها، فما كانش صعب أتخيل الوضع في باقي أنحاء العالم. بطلت أتمشى على الشاطئ ونقلت إقامتي بشكل دائم للمخبأ اللي موجود تحت الأرض. النهاردة كان رأس السنة، لكن محدش في العالم كان عنده نفس يحتفل باستثنائي أنا. كنت قاعد باكل عشاء رأس السنة وبتفرج على آخر حفل المهرجان الربيعي اتعرض قبل بداية نهاية العالم. وقتها افتكرت عيلتي القديمة، لكني دلوقتي بقيت لوحدي، وكان طبيعي أحس بفراغ جوايا. لازم أرجع لعالمي مهما حصل، ولازم أبقى آخر شخص عايش في اللعبة. صورت وجبة العشاء وبعتها لوانج، وبعد دقيقة واحدة بس لقيته نشر الصورة في الدردشة العالمية. كنت قادر أتخيل رد فعل اللاعبين قبل حتى ما أشوفه، والتعليقات الغاضبة بدأت تنزل فورا. اللاعب 99 عايش ومبسوط، احنا مش قادرين نلاقي وجبة سخنة واحدة وهو قدامه وليمة كاملة. ما تفرحش قوي، لو لقيتك هقتلك. لكن كلامهم ما فرقش معايا، فكتبت لهم: انا مستنيكم،
تعالوا لو قدرتوا تعرفوا مكاني. وبعدها فتحت الكمبيوتر ورجعت ملفات ال30 لاعب اللي جمعت معلوماتهم من قبل بداية نهاية العالم. هم ما كانوش يعرفوا ان عيوني كانت موجودة في كل مكان قبل بداية الكارثة. المرتزقة اللي بيشتغلوا عندي كانوا بيتبعوا اللاعبين في كل انحاء العالم ويراقبوهم، وعلشان كده كنت عارف قدرة كل لاعب ونقطة ضعفه. وحتى بعد بداية نهاية العالم المرتزقة بتوعي فضلوا عايشين على الامدادات اللي كنت مخزنها ليهم وكملوا شغلهم معايا. وكل فترة كنت بفتح لهم مخزن امدادات جديد. الفلوس هي اللي بتحرك العالم، وفي نهاية العالم الامدادات هي العملة الحقيقية. في الوقت ده ظهر 3 قوى كبيرة. القوة الأولى كانت الجيش، واللي كان عنده ترسانة أسلحة ضخمة وقاعدة شديدة التحصين، لكن وانغ استخدم قدرته في التحكم بالعقول وسيطر على قيادة الجيش بالكامل. القوة التانية كانت الزومبي، واللي ظهر وسطهم أسطورة زومبي بقى يقتل مستخدمي القدرات واللاعبين وياخد قواهم، واللي يورويان كانت معاه وبقت حبيبته المفضلة. القوة التالتة كانت العصابات. اللاعب رقم 128 راح لأخطر بلد في العالم واستخدم قدرته عشان يسيطر على العصابات ويزود قوته من خلال السرقة والنهب. أما ال26 لاعب اللي باقيين فتقسموا على الفصائل ال3 دول. اللاعب رقم 128 كان يقدر يتحكم في الجاذبية، ودي كانت قدرة قوية بشكل مرعب، وفي مواجهة فردية ما كانش فيه لاعب يقدر يهزمه. ومع ذلك فصيل العصابات كان أضعف قوة من القوة ال3. ضغطت بكل هدوء على صورة اللاعب رقم 128 وقلت انت أول واحد هيموت. وفجأة صوت تحذير السيستم اشتغل من جديد وقال لسه في 30 لاعب على قيد الحياة. مستوى الصعوبة هيزيد وهنبدأ دلوقتي المرحلة الثالثة، القارة المتجمدة. بعض اللاعبين انهاروا فورا لأن كان عدى على بداية نهاية العالم 1 و5 شهور، وكل الإمدادات اللي معاهم كانت قربت تخلص. ولو العصر الجليدي وصل فعلا كل الكائنات اللي موجودة على الكوكب هتموت. وقتها ليورويان بعتت لي رسالة في السر وقالت يا مارك راجع رسالك، قريب جدا مش هيفضل عايش على الكوكب ده غير الزومبي، وانا كمان هفضل عايشة، وانت هتفضل طول عمرك ندمان انك رفضتني. وبعدها بعتت لي صورة ليها مع أسطورة الزومبي. اول ما شفت الصورة ضحكت ببرود وقلت لنفسي طالما الموضوع كده هبعت لكم انتوا الاتنين يا عصافير الحب للعالم التاني. العصر الجليدي انتشر في كل انحاء العالم، وحتى جزيرة الاستوائية ما قدرتش تهرب منه. عاصفة ثلجية ضخمة ضربت جزيرة المستقبل، واول حاجة انهارت كانت شبكة الطاقة الكهربائية اللي موجودة في السماء، ومحطة طاقة الرياح والمد والجزر اتعرضت هي كمان لأضرار شديدة. لكن محطة الطاقة النووية الاحتياطية اللي موجودة في الحصن تحت الأرض فضلت شغالة. أول قوة بدأت تنهار كانت العصابات، لأنهم كانوا نهبوا بالفعل كل موارد المدنيين، والتوترات بينهم بدأت تزيد من جواهم، والصراعات ما بقتش بتقف، واللاعبين أصحاب القدرات وسطهم بدأوا يموتوا واحد ورا التاني. وقتها بعت رسالة خاصة للاعب رقم 128 من خلال القناة العالمية وقلت له ايه رأيك نعمل فريق؟ أنا مخبي إمدادات في أماكن كتيرة جوه المنطقة اللي بتسيطر عليها، ولو قدرت توصل لها تقدر تنجو من العصر الجليدي. اللاعب رقم 128 رد بسرعة وقال انت عاوز مني ايه؟ وليه المفروض اثق فيك؟ فقلت له انا عاوزك تخلص لي على أسطورة الزومبي. فريق العلماء اللي بيشتغل عندي قدر يصنع علاج لفيروس الزومبي، وكل اللي عليك انك ترش العلاج عليهم وساعتها هيموتوا فورا. لكن زي ما انت عارف مستوى قوتي القتالية 0، ومن بين ال30 لاعب اصحاب القدرات اللي لسه عايشين انت اقوى واحد فيهم، وانت الوحيد اللي يقدر ينفذ المهمة دي. البشر بيخافوا من البرد وما بيقدروش يستحملوه، لكن الزومبي ما بيفرقش معاهم، وكل ما العصر الجليدي يستمر وقت اطول افضلية الزومبي هتزيد اكتر، ومهما كان عندي امدادات كتير هيجي يوم وتخلص، وساعتها اللاعيبة اللي واقفة جنب أسطورة الزومبي هتبقى اخر منافسة وهتكسب اللعبة في مواجهة فردية. أسطورة الزومبي قوي بطريقة مرعبة، ومن غير العلاج مفيش لاعب صاحب قدرة يقدر يقتله. انا معايا العلاج وانت معاك القوة، فخلينا نعمل تحالف ونقضي على الزومبي مع بعض. وعلشان اكسب ثقة اللاعب رقم 128 بعت له علاج الزومبي والامدادات عن طريق المرتزقة اللي بيشتغلوا عندي. العصابة جابت زومبي وجربت عليه العلاج، واول ما العلاج لمسه بدأ يصرخ من الألم، وبعدها جسمه داب وتحول لبركة من الدم، وحتى الفيروس اللي موجود جواه اتطهر واختفى. اللاعب رقم 128 ما قدرش يقاوم العرض لانه كان شايفني اضعف لاعب متبقي، ولو في النهاية ما فضلش غيري انا وهو هيقدر يقتلني بسهولة. وعلشان كده التحالف معايا كان افضل اختيار بالنسبة له. وفي ليلة واحدة مئات الطائرات من غير طيار انطلقت وهي شايلة علاج الزومبي، واتجهت ناحية الحشد الضخم اللي بيقوده أسطورة الزومبي. وقتها كان أسطورة الزومبي
الزومبي نايم وهو واخد ليرويان في حضنه، لكن حواسه الحاده جدا خلته يحس فورا ان في حاجه غلط. قام بسرعه وغطى ليرويان وحطها في مكان بعيد وامن، وبعدها بدا العلاج ينزل من السماء وهو مختلط بالتلج كانه مطر سام للزومبي، وكل زومبي لمس العلاج بدا يصرخ من شده الالم. وبعدها الزومبي وقع واحد ورا التاني واجسامهم دابت وتحولت لبرك من الدم. اسطوره الزومبي اتجنن من الغضب وقفز لجوه ساحه المعركه، وبدا يطلق اشعه ضوئيه من ايديه ويحطم الطيارات من غير طيار. في اللحظه دي اللاعب رقم 128 قاد باقي اللاعبين وجري بيهم ناحيه الهجوم، وبعدها فعل قدرته على التحكم في الجاذبيه وثبت اسطوره الزومبي في الارض. وعلى الرغم من قوه اسطوره الزومبي المرعبه الا انه ما قدرش حتى يرفع ايده، فانقض عليه عدد كبير من اللاعبين وبداوا يهاجموا من كل اتجاه. اسطوره الزومبي اطلق زئير مرعب، وفجأة الزومبي اللي كانوا مستخبيين في الضلمة قفزوا على اللاعب زي القرود. اللاعب رقم 128 استخدم قدرته مرة تانية، والمباني العالية بدأت تتكسر وتسقط بسبب قوة الجاذبية، والصخور الضخمة وقعت فوق الزومبي وسحقتهم، وأسطورة الزومبي نفسه اتدفن تحت الأنقاض. ابتسامة الانتصار ظهرت على وش اللاعب رقم 128 لأنه كان فاكر إن الصخور دي هتسحق أسطورة الزومبي وتقضي عليه. ليرويان كانت واقفة فوق الشرفة وغطت وشها وهي بتصرخ من الرعب. اللاعب رقم 128 حرك صباعه بس، وفجأة الأرضية اللي كانت واقفة عليها انهارت وبدأت تقع من الارتفاع الضخم ده، والسقوط من المسافة دي كان معناه موت مؤكد. لكن في اللحظة الأخيرة أسطورة الزومبي خرج من تحت الأنقاض وقفز ولحقها قبل ما تخبط في الأرض، وفي نفس الوقت خرجت من إيده خيوط رفيعة كتير جدا والتفت حوالين اللاعب رقم 128 وقيدت جسمه بالكامل. وش اللاعب رقم 128 بقى أبيض من الصدمة لأنه ما كانش يعرف إن أسطورة الزومبي عنده حركة بالشكل ده. أسطورة الزومبي شد الخيوط شدة بسيطة، وفي لحظة واحدة جسم اللاعب رقم 128 اتقطع لقطع صغيرة. لكن الحاجة اللي أسطورة الزومبي ما كانش متوقعها إن جسم اللاعب رقم 128 كان مليان بعبوات العلاج. العبوات انفجرت فورا وانتشر العلاج في كل مكان وحاصر أسطورة الزومبي. ليرويان صرخت وهي شايفة أسطورة الزومبي بيدوب قدام عينيها ويتحول لبركة من الدم. كانت مرعوبة لدرجة إنها ما بقتش تتحرك، والمكان كله اتحول لجحيم حقيقي. وبعد ما استوعبت اللي بيحصل جريت تحاول تهرب، لكنها وقعت وسط التلج وغاصت جواه، والمرة دي مفيش حد جه ينقذها. القدرة اللي معتمد عليها بالكامل على حب الآخرين كان طبيعي في النهاية تطلع ضعيفة بالشكل ده. بعدها أسماء 12 لاعب اتحول للون الرمادي على التصنيف العالمي، وانا فتحت الدفتر بتاعي وبدات اشطب ارقامهم واحد ورا التاني. ولما وصلت الرقم اللاعب 128 بصيت على نقطه الضعف اللي كنت كاتبها قدام اسمه، وهي ان قدره الجاذبيه العامه بتاعته ما تقدرش تتحكم في الاشياء اللي كتلتها صغيره جدا زي الخيوط الحديديه اللي استخدمها ملك الزومبي. انا بحب استغل فرق المعلومات وادخل المعارك ما فيهاش اي احتمال ان اخسر، ودلوقتي ما بقاش قدامي غير خصم واحد بس، وانج تانج اللي كان مسيطر على الجيش بالكامل. وانج كان مستعجل ينهي اللعبه، فتحداني قدام كل الناس على التصنيف العالمي وقال: يا مارك انت لعبت كويس لحد دلوقتي، لكن في كل لعبه لازم يكون في خاسر. اقتل نفسك دلوقتي والا لما امسكك هعذبك. انا عارف ان عندك مرتزقه، لكن المرتزقه بتوعك ما يسووش اي حاجه قدام الجيش. انت معاك فلوس وبس، لكن انا معايا صواريخ وحاملات طائرات وطائرات حربيه، ومهما كان المكان اللي انت مستخبي فيه هوصل لك وهلاقيك. رديت عليه في الدردشه بشكل مباشر وبعت له اشاره. قدره وانغ تانغ في التحكم بالعقول كانت قويه جدا، لكن كان فيها عيب قاتل، وهو انه لازم يقف قدام الشخص وش لوش عشان يقدر يستخدمها عليه. وطول ما انا موجود في بغبغ تحت الارض مش هيقدر يقرب مني او يسيطر عليا. لكني ما كنتش متوقع انه يضرب جزيره المستقبل بالصواريخ على طول. وفجأة عدد كبير من الصواريخ نزل فوق الجزيرة، وبعد وقت طويل من القصف وانج استغرب لما لقاني لسه متصل باللعبة وما اختفتش، فبعت لي وقال: يا مارك واضح ان المخبأ بتاعك اقوى مما توقعت. وبعدها قال: مفيش مشكلة، انا هاجد نفسي واخرجك منه. وانج جاب حاملة الطيارات بتاعته واتجه ناحية جزيرة المستقبل. وبالنسبة لحاملة الطيارات بالحجم ده، الشعب المرجانية الصناعية اللي كنت عاملها ما كانتش كفاية عشان توقفها. ولما وانغ نزل على جزيرة المستقبل كانت الجزيرة كلها مليانة بالدخان، والجبال اتسود بالأرض وكل مكان كان مليان بالحفر الضخمة، ودفاعات الجزيرة كلها اتدمرت. وانج شاف المدخل المكشوف للحصن الموجود تحت الأرض وابتسم كأنه ضمن إنه وقعت في إيده خلاص. وبعدها أمر رجاله يستخدموا الأسلحة التقيلة ويفجروا مدخل الحصن. وبعد كذا طلقة وضربة متتالية الباب اتحطم وظهر ورا الممر اللي بيؤدي لجوه. وقتها بعت له مكالمة فيديو فورا، وانغ رد عليا وهو حاطط ابتسامة غرور على وشه، وبص ناحية النفق المظلم وقال: فات اوان الاعتذار يا مارك. وبعدها اشار لرجاله انهم يدخلوا الممر، اما انا ففضلت هادي في مكالمة الفيديو وشاورت على الفضاء الواسع اللي ملوش نهاية اللي موجود ورايا، وقلت له: مين قال لك اني موجود على جزيرة المستقبل؟ افتح عينك كويس وبص انا موجود فين.
أول ما خلصت كلامي قنبلة نووية انفجرت في جزيرة المستقبل، وفي اللحظة نفسها اسم اللاعب رقم 100 اتحول أخيرا للون الرمادي. السيستم شغل نغمة الانتصار وقال: تهانينا أيها اللاعب رقم 99، أنت الفائز الوحيد ولقد أنهيت اللعبة بنجاح. وانج كان عنده لاعب مميز يقدر يحدد الموقع الحقيقي لأي شخص بدقة من خلال صورة واحدة بس. القدرة دي كانت بتبان عديمة الفايدة، لكن وانج عرف ازاي يستخدمها بأفضل طريقة ممكنة. عشان كده كان بيبعت لي مكالمات فيديو باستمرار، لكني عمري ما رديت على واحدة منها. وبعدها في رأس السنة أنا اللي بعت له صورة بنفسي، وهو افتكرني غبي واستخدم الصورة عشان يحدد موقعي. وبعد ما عرف اني موجود في جزيرة المستقبل فضل مستني لحد ما العصابات وأسطورة الزنب يقضوا على بعض علشان ياخد كل حاجة لنفسه، وبعدها يجي يفجرني. لكن اللي هو ما كانش يعرفه اني كنت عارف كل اللاعبين اللي بيشتغلوا معاه وعارف كل خططه من البداية. انا سربت الصورة له عمدا عشان اخليه يجي لجزيرة المستقبل بنفسه، وبعد ما بعت له الصورة كنت بالفعل سبت الجزيرة. السيستم كان اداني مكافأة خاصة، وهي فرصة واحدة للانتقال الفوري لأي مكان ومعايا كل الإمدادات بتاعتي. وباستخدام المكافأة دي انتقلت في لحظة لمحطة فضائية موجودة خارج الأرض، لكن المشكلة إن السيستم ما ادانيش أي وسيلة أقدر أرجع بيها للأرض من جديد. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهاردة، لكن قصصنا لسه ما انتهتش. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.